عاملين ايه؟ هتكلم معاكم النهارده في جملة مش حلوة قوي، بس بتتقال كتير وبتخدع كتير. زوج بيقول لي: دكتورة، هو ينفع مراتي تقول لي الجملة دي واسكت؟ ايه هي الجملة؟ قال لي: انت لو راجل ما ترضاش تعيش مع ست مش عايزاك. في خناقة طبعا. طلقني طلقني، مش هطلق، هو انت لو راجل مش هتعيش مع ست مش عايزاك. طبعا الجملة دي مش صح ومش حلوة، ولا طلقني اللي كتير دي اللي حلوة، ولكن بتتقال الجملة وبينخدع فيها الراجل. الراجل بيفهم ان الجملة دي جملة فاصلة حاتمة، يعني detrimental زي ما بيقولوا. لا، الجملة دي عند الستات امتحان، اوعى تنخدع فيها ايها الزوج. رد عليها الرد اللي يخلص الخناقة في ثانية. هتقول لها ايه؟ بس المهم عشان تقول لها الرد ده لازم تفهم فعلا هي بتعمل ايه. هي ما بتبقاش بتقول كده عشان جابت اخرها خالص. هي بتقول لك كده لانها مش حاسه انك انت متمسك، مش حاسه انك انت عايزها. ليه بقى؟ حسب ادراكها وتصرفاتك وعلاقتكم. القصه دي بعد طول الشرح فيها ليه دي، لكن جزء منها شخصيتها وشخصيتك وعلاقتكم من قبل، من زمان لغايه اللحظه اللي احنا وصلنا فيها. لكن انا كزوجه بقول الكلام ده امتحان، امتحان وحش وسيء، ولكن هو امتحان. فانت لما تقول لي لا خلاص الكلمه دي جبتي اخرك فانت طالق، انت هنا ما فهمتش الامتحان فسقط. نخش في عند بقى، والمحاكم مليانه من العواقب بتاعت الجمله دي. فاحنا في الجمله دي خدوا بالكم، احنا ما بنقولش الجمله صح، احنا بنقول الجمله غلط، ولكن عشان ما نردش على غلط بغلط فالغلط يكبر. فهنا الصح اني اقول لها: لا، ده انا سيد الرجاله، لاني لما اكون بحب واحده افايت واحارب عشان افضل معاها. اللي قدامك هتتحول من قطعه حديد لقطعه بسكوت، بسكويته. وانت رديت اعتبارك ورديت انك انت سيد الرجاله. انت بيخليكش تقول الجمله دي انك مش فاهم غرضها. انت فاهم ان كلمه طلقني 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 دي كلام ستات، ولا بتبقى عايزه تطلق ولا حاجه. بس ساعه لما تقول لك بقى انت لو راجل ما تقعدش مع ست مش عايزاك، دي كده جابت الاخر. لا، ما جابتش الاخر. هي ما لقيتش الرجا وما لقيتش الريسبونس والاستجابه اللي هي عايزاها من طلقني 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 طلقني، اللي هي انا بحبك 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 اللي هي صعب تحصل، لانها بتتقال بطريقه بتبقى بتخلي اي راجل يفور. لكن وده مش ذكاء من الست خالص خالص، يعني الاسلوب مش صح نهائيا، ولا طريقه تعامل ولا اختلاف، ولا ليها اي علاقه بالامتحانات، ولكن للاسف بتحصل وموجوده ومتسستمه في دماغ ستات كتير انها تهديد. مفروض التهديد ده يعمل وعيد، وبالتالي الراجل يبقى ايه؟ يعني يرجع لورا زي ما بيقولوا. ده ما بيحصلش، ولو حصل في 10% يبقى كويس. طيب انا هنا ما افهمش ان الجمله دي خالص جمله يعني تبقى انت متخيل انها هي الحاسمه. لا، خلاص صفرت، الحكم ضربت ولا صفرت والمباراه خلصت. لا، المباراه بتبدا لسه، ولا عندنا وقت ولسه قدامنا كتير. طيب انا هنا علشان ما نبقاش يا جماعه بنخش في دايره مغلقه من العند والغلاسه واحنا بنحب بعض، وتلاقي المحاكم مليانه قصص حب محبطه ومحبطه، وتلاقي ان الناس اللي ما بتحبش بعض اتطلقت بلذاذه وبشياكه، واللي بيحبوا بعض بهدلوا بعض وطلعوا اوحش من بعض. لان في سيناريوهات في الدماغ مش مباشره، وفي الا في المهارات، وفي الا في المعرفه بالنفس ومذاكره الشخصيات اللي قدامنا. في قصور وفي تقصير، وبالتالي بندفع ثمنه من حرق دمنا ومن اعصابنا ومن النهايات المعقده دي. فيبقى انت
عزيزي الزوج لما تسمع الكلمة دي رد الرد اللي قلت لك ده أنا سيد الرجالة وريسهم. لأن الراجل الحقيقي لما يبقى فيه ست بيحبها وشاريها يعافر معاها لغاية آخر نفس، تقوم سايبها ومشي. الكلمة دي هي كده وصل لها اللي هي عايزاه، إن أنت شاريها، بتحبها، بتعافر معاها عشان تبقى في حياتك، وفي نفس الوقت أنت سيد الرجالة وريسهم. فكده محدش زعل، الاتنين اتراضوا والدنيا بقت ايه في التمام والسليم. فهنا خدوا بالكم بقى القاموس في الجمل دي كتير، يعني ان احنا نبقى فاهمين انه المباشرة عند الست في الاهتمام او في الطلب بيتعاص معاها شوية بالمعزة والكرامة، وده مش حقيقي ومش صحيح، بس ده حاصل. فعشان كده احنا نبقى واخدين بالنا قوي ان احنا لما نيجي نسأل في تفسير جملة زي دي نسأل ست، ما نسألش راجل، ما نسألش دماغنا، نسأل ستات، لانه الست بتبقى فاهمة الست اللي زيها، فهتقول لك اللي انا بقوله لك ده، فهتبقى عارف ان الجملة دي ليست نهاية ابدا بل بداية. هي مستنية انك ترد علشان نبدأ بقى نقول طب انا لو انا بتحبني انت ليه عملت وعملت وعملت وعملت، فتبدأ تقول وجهة نظرك، بلاش ترد تقول لها ما انت عملتي وانت عملت، نقعد بقى نتهم في بعضنا. لا، لما هي تقول لك انت عملت كده ليه، قول لها عشان انا محتاج كذا وناقصني كذا وعندي كذا وفيا كذا، تتكلم عن كل اللي ناقصك وكل اللي انت عايزه وكل اللي انت شايفه في العلاقة علشان الدنيا تتحل. تمام. فهنا مهم قوي يا جماعة ناخد بالنا من القفشات اللي بنعملها لنفسنا نتيجة ان احنا بنبقى مقررين او فاهمين او قاريين كلام بعض بشكل مش حقيقي. يا رب نكون استفدنا ويومكم حلو.